واحد بيحكوا بيقول انا طبيب مصري مقيم في السعوديه ومتجوز في مصر وعندي ولدين وبنت، وفي السعوديه اتجوزت من مغربيه زواج مصيار على اساس اننا هنوثق الزواج في اقرب وقت ممكن. من اول يوم اوهمتني اني لا مثيل لي وان ربنا اداها اكتر من اللي اتمنيته. اكتشفت بعد ايام قليله ان هي ما عندهاش اقامه في السعوديه وانها دخلت بتاشيره زياره سياحه، يعني مع العلم انها ادعت ان عندها اقامه وقالت لي عمر غير حقيقي ليها واكاذيب كتير كانت بتخترع لها مبررات. وبعد ما درست شخصيتها وعرفت انها شخصيه نرجسيه، لكن للاسف كنت اتعلقت بيها. في يوم سافرت بلدها بحجه ان امها مريض، ولما طولت في الغياب كنت بطلب منها انها ترجع لان اشتقت لها، لكنها كانت احيانا تهرب واحيانا تطلب مني الصبر. وفي يوم قررت احطها قدام الامر الواقع، حجزت لها تذكره طيران كلفتني حوالي 7000 ريال، كانت على درجه رجال الاعمال لانها الوحيده اللي كانت متاحه، وبرغم كده كذبتني وقالت ان ما حجزتلهاش. واتخانقنا وقتها وقالت انها مش هتقدر تيجي في رمضان واتطولت عليا وشتمتني، فانفعلت ورديت لها نفس الكلام، فحذرتني على السناب شات وسابت الواتس. وبعد مرور 10 ايام من عدم التواصل كان خلاص العيد قرب يدخل عليه، فكلمتها وصالحتها بمناسبه قرب العيد وبعت لها هديه في العيد 500 ريال، فاتضايقت جدا وقالت انه قليل، وفضلت ايام كتير ما بتفتحش رسائل. فاتضايقت منها بصراحه من تصرفاتها وبدات ازعل وقلت لها تعالي نتطلق، فاتضايقت واتعصبت عليا واعتبرت ان انا اهنتها. مرت الايام فجيت في يوم بفتح التطبيق اللي اتعرفت عليه فلقيت حسابها مفتوح، ولما اتصلت برقمها السعودي لقيته بيرن، وده معناه انها رجعت السعوديه من غير ما اعرف. اتصلت عليها كتير وما ردتش، واتفاجئت برساله صوتيه على الواتس بتقول لي فيها ما تتصلش انا اتطلقت منك. حاولت ان انا اهدي الامور لكنها كانت وقحه جدا في ردودها. حاولت اردها لكن دون جد. بعد شهور هددتها انها هبلغ الشرطه انها نصابه، وطلبت منها انها ترجع كامل المبلغ اللي اخدته مني. بدات بقى انها تتودد لي تاني وتقول لي انها كانت صادقه في مشاعرها تجاهي، ورجعنا نتكلم وطلبت منها الجواز تاني، فكانت تقول لي ان شاء الله يكون خير. لكن بعد ايام قليله رجعت للتجاهل وعدم الرد، ترد بعد ايام وردودها قصيره جدا. فبعت لها رساله للمره الثالثه اني عاوز اتجوزها من جديد، زواج رسمي او اطلب ايدها من اهلها، لان خلاص عدتها كانت خلصت ولازم اكتب كتابي عليها من جديد. فما لقيتش منها غير الصمت وعدم الرد. مر شهر على الحال ده وانا مش عارف انا متعلق بيها ليه كده، مع العلم انها شخصيه مريضه ومفيش فيها اي امل للتغيير، وواضح ان هدفها الرئيسي هو الفلوس وبس. في تفاصيل كتير جدا منها انها متطلقه من قبل كده وكانت متجوزه شخص من نفس جنسيتي. لكم ان تتخيلوا انها نستني نفسي واسرتي واولادي اللي في مصر، وما بقتش لا اكلمهم، وبقيت مقصر معاهم جدا جدا، حتى مقصر معاهم ماديا. فياريت تنصحوني ايه الحل.